حوار عالمي من التي عقد في جنيف وبرشلونة وروما في إيطاليا. فعزمت على أن أعمل قدر جهدي في إزاحة هذه الشبهات والمزاعم المثارة حول الإسلام، حول النبي صلى الله عليه وسلم وحول القرآن الكريم وحول الفكر الإسلامي، معتمدا فقط على كلامهم هم وعلى نصوصهم هم باللغات التي كتبوها. وبالتالي عندما حانت اللحظة التي شاء فيها الله تبارك وتعالى ويسر لي التعامل مع الهيئة العالمية لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى الهيئات المنبثقة عن رابطة العالم الإسلامي، وتم التوافق بيننا على إصدار هذا الكتاب، سافرت مجددا مرة أخرى إلى الغرب لكي أجمع النصوص الأصلية، لأني لم أسجل هنا إلا النص الأصلي الذي هذا الكتاب الرسول الأعظم في مرآة الغرب. نعم، فهذا الكتاب يقدم منظور الغرب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج قرآني. أن القرآن الكريم علمنا وهو يعالج هذه المسائل في الشبهات التي أثيرت وقت نزول القرآن، أن القرآن كان يذكر نص الشبهة كما قالوها بكلامهم. فأنت اقتضيت بهذا المنهج العلمي الذي رسمه القرآن، وجئت بالنصوص من مصادرهم كما قالوها. تفضل. في لغات ثلاثة المستعملة هنا في الكتاب النصوص باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية واللغة الفرنسية، لأنه لكي نريد أن نطمئن الناس أن الإسلام يقوى ويتألق بالمحاورة وبالمحاججة، وإذا ما كان المجال مجال برهان ومجال استدلال واحتجاج فالإسلام براهينه أقوى. طيب، احنا ممكن نخصص حلقات لهذا البيان بعد ذلك ولهذا الكتاب، لكن أحببت أن نقف في بداية الحلقة على هذه القصة الطريفة. والمشرف قبل الموضوع نعم الحمد لله، وأنجزت الموضوع الحمد لله على خير. وقبل الموضوع، فصدر هذا الكتاب. هذا الكتاب بعد أن حصلت على ثمرة. ثمرة. لكن هناك وأنا في أثناء الدراسة هناك الحقيقة كان المشرف يعني رجلا متخصصا ورجل لاهوت، لكن كانت المشكلة هي المنهج الذي ننجز به الدكتوراه. أنا أريد أن أقارن بين الرسالات الثلاث حول قضية النبوة وفق منهجية معينة تكون مقبولة من الجميع. هو يريد أن نعالج وفق منهجية خاصة به، وهي منهجية الروحانية، القبول الروحاني للمسألة. فأنا قلت له المسألة الروحانية هذه مسألة شخصية، معيار خاص به، معيار خاص ذاتي، مثل المعيار الذاتي الموجود عند أهل الطريق. يختلف من شخص إلى شخص، التجربة تختلف من شخص إلى شخص. لهذا قيل من ذاق عرف. طيب من لم يذق لم يعرف. فقلت له لا، نحن نريد أن نحتكم إلى معيار يقبله الجميع. فقال ما هو؟ قلت له معيار العلم والعقل. الحجة العقلية والحجة العلمية التجريبية التي لا يختلف عليها الاثنين. العلم محايد لا يجامل أحد، لا وطن له. والعقل محايد عند كل الناس، هو مشترك إنساني. فيعني أخذ يعني يماطل قليلا ويحاورني ويشاور ويناور، ولما وجدني صلبا عند هذا الرأي متمسكا به قبلنا هذا الأمر. وأنت وحيد فريد في هذه في وسط هذا العالم، صحيح. نعم. فأنجزنا بحمد الله، وعدت إلى مصر ووصلت رسالتي بعد الدكتوراه. يعني بعد الدكتوراه أردت أو تفرغت لإنجاز ما دعوت الله تبارك وتعالى أن يقيدني له. فأنجزت كتابا عن القرآن الكريم بعنوان ماذا يريد الغرب من القرآن. عالجت فيه شبهات الغرب حول القرآن الكريم بنفس هذه المنهجية. ثم شاركت مع اثنين آخرين
واحد من اسمه فرانز بوبنهايم من فرانكفورت، ومحمد عطا إلياس أيضا يعيش في ألمانيا. شاركنا نحن الثلاثة وأنجزنا ترجمة كاملة للقرآن الكريم، لمعاني القرآن الكريم للغة الألمانية، وصدرت من مجمع الملك فهد منذ ما يقارب 10 سنوات. نفع الله بك. الحمد لله. هذا من الأمور يعني التي نسأل الله تبارك وتعالى يعني إن شاء الله يبقى لنا لقاءات ممدودة مع سعادتك في حول هذا المجال. هذه الأمور. لكن لو تسمح لي أستاذنا، نعم. أمام هذا الفيض العلمي والمنهج الفكري الرائق لحضرتك، الرسول الأعظم في مرآة الغرب. نعم. يعني أنت سيادتك وضحت لي أن احنا نريد أن نبين لهذا الذي اتهم الإسلام بالفاشية واتهم الرسول بالفاشية وأنه نعم. كذا. نعم. الكلام الذي قلناه يمكن بشيء ما، بوجه ما، نعم. يعني نكلم بالذي اقتنعنا به. نعم. نعم. لكن هنا أنت اليوم وفي هذه الحلقة تقدم لنا في مرآة الغرب. نعم. يعني بنقول له تعالى يا ابني، يا ابن الحلال، نعم. يا اللي تطاولت على هذا الرسول الأعظم. نعم. احنا عايزين نوريك قدر وقيمة هذا الرسول الأعظم في مرآة الغرب. نعم. العظمة لا تنبع من فراغ. نعم. لا تتأتى من فراغ. نعم. فالعظمة لها أسباب، لها قيم. نعم. لها معايير إيمانية ولها معايير حضارية. نعم. فسيادتك تعرضت لهذه الضوابط والمعايير، يا ريت تلخص لنا كده. نعم. وتفهمنا. نعم. كيف تأتت العظمة نعم. لهذا الرسول الأعظم في مرآة الغرب. في مرآة الغرب. نعم. تفضل أستاذنا. العجيب أن ما توصل إليه الغرب في هذا المجال يفاجئنا، وكأننا نقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب السيرة النبوية. يعني عندما طبقوا معايير العظمة، النتائج التي انتهوا إليها لا تختلف عما انتهى إليه كتابنا في السيرة النبوية وكتب الطبقات. فمعايير العظمة كما تفضلت حضرتك بعضها إيماني وبعضها حضاري. نعم. فعندما نقيس المعيار الإيماني، التأثير الإيماني لمحمد صلى الله عليه وسلم وما فعله من الناحية الدينية في مشركي مكة، لا بد أن تقطع أن هذا الرجل ليس بشرا طبيعيا، وإنما هو رجل مؤيد من ربه ويحمل رسالة سماوية. نعم. لأنه ماذا فعل؟ جاء إلى أمة لم يبعث فيها من قبل نذير، أمة على جاهلية، أمة لا تحسن إلا صناعة الوثن وبيعه أو أكله أو عبادته. نعم. أمة تتقاتل حول أوثانها، وبالتالي راية التوحيد فيها مندثرة. فماذا فعل؟ جمع هذه القلوب المشتتة، جمع هذه القلوب الخربة من عبادة الواحد القهار، جمعها حول معبود واحد المستحق وحده للتوحيد وللعبادة. فحول هذا الشتات الممزق المتصارع إلى أمة واحدة متوحدة حول معبود واحد، حول قبلة واحدة، حول أنواع من العبادة مقصودها وهدفها واحد. فجمعها حوله صلى الله عليه وسلم ليعيد بناء هذه الأمة الممزقة التي كانت في ذيل الأمم فلم يعرف لها تاريخ قبل ذلك، لتلتف هذه الأمة مجتمعة حول إله واحد وحول نبي واحد وحول كتاب واحد وحول دستور واحد وحول شريعة واحدة، لتنطلق من هذا التوحيد لكي تعمر ما حولها. الله. وتبدد ظلمات الشرك التي حولها، وتتسع الدائرة لكي يفيض هذا النور التوحيدي ويغمر الكرة الأرضية. هل تسمح لي بقى وأنا تليميذ بين يدي حضرتك؟ عفوا. المعلومات بتكون واضحة في أذهان أسيادنا العلماء، بعدين احنا نجري وراهم نقول لهم احنا فهمنا قد كده ويصححوا لنا. فدلوقتي أنا أقول لك
الخلاصة كده اللي فهمتها. نعم. وتضيف وتصحح كيف شئت. نعم. يعني الناس بآثارهم. فأثر هذا النبي لما جه لهذه البيئة وبها هذه الضلالات وبها هذا التفرق وبها هذه العقائد الخربة والمنكرة إلى آخره، إزاي جمع ده وحول البيئة دي إلى حضارة تفوقت على حضارة الفرس والروم، وحضارة وصفها القرآن خير أمة أخرجت للناس. نعم. الأثر ده، الناس بآثارهم. نعم. الراجل ده يقعد في حتة كان فيها عفوا كان فيها زبالة، وكان فيها ناس قطاع طرق، وكان فيها ناس مش عارف ايه، حولها لبيئة علمية وبيئة تعلم الناس كلها، وحولها إلى بيئة فيها نظافة وفيها رقي وفيها حضارة. يبقى الراجل ده عظيم لأن له أثر. نعم. أنا فهمت كده، هل ده صحيح ولا غلط؟ ده هذا عين الصواب. ولهذا يعني بدءا من توماس كارلايل 1840 نعم. ومرورا بمن بعده سواء لامارتين أو فولتير ولا برنارد شو ولا غيره ممن نعم. تحدثوا عن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن أعظم تأثير له يبدي عظمته هو قدرته على تحويل هذه المجموعة المتوحشة الهمجية من البشر وتوحيدها حول معبود واحد. وهذا كان أمرا صعبا جدا. أناس أفنت أعمارها وأعمار آبائها في عبادة اللات أو عبادة العزى أو عبادة غيرها من الأصنام، فجأة تترك هذا وتلتف حول المعبود الواحد. لتصبح جزيرة العرب إشعاعا توحيديا جديدا. لكن هو كيف تم هذا؟ هذا تم من خلال إصلاح تلك النفوس الخربة. لأنك لا تستطيع أن تغير الناس ما لم تغير تلك النفوس. ولهذا كان علاجه صلى الله عليه وسلم علاجا للنفوس. حواره صلى الله عليه وسلم من أجل إصلاح تلك النفوس. وهذا لا يتأتى لا بالإكراه ولا بالعنف ولا بالمسائل دي. كما قالوا هم أيضا عنه أنه من غير المعقول أن نتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد استعمل العنف. وهل العنف يصلح في تغيير الأفكار؟ وهل العنف يصلح في تغيير النفوس؟ الفكر يعالج بالفكر. الفكر لا يعالج إلا بالفكر. الإجبار لا يصلح في بناء الأمم، لأن بناء الأمم يتطلب نفوسا صحيحة تتحمل واجبات وتتحمل تكاليف وتقوم بأعباء. وهذا لا يتأتى أبدا من خلال الإرهاب أو من خلال العنف. لهذا هو في بداية الدعوة كيف آمن به الناس؟ كيف آمنت به خديجة؟ خديجة عندما جاء صلى الله عليه وسلم يحكي لها ما حدث له في الغار طمنته وقالت لا تخف يا ابن العم، كلا والله لن يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لأنك تحمل الكل وتعين المحتاج وتعين الناس على نوائب الدهر. إذن استدلت على صدقه بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. يمكن لو تسمح لسيادتك، أنا استفدت من كتابك الرائع اللي هو يحلق في رحاب